السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجودين النهاردة في العوايد. هنشوف بقى آخر التطورات بعد إزالة الإشغالات والبياعين اللي كانوا موجودين تحت الكوبري وفوق الكوبري. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين على شمال الصورة ده كوبري العوايد. طبعا كان من شهر تقريبا كان في حملة مكبرة إزالة البياعين والإشغالات اللي كانت موجودة فوق الكوبري وتحت الكوبري. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين البياعين طبعا رجعوا تاني تحت الكوبري على يمين الصورة وعلى شمال الصورة. طبعا كوبري العوايد ده مهم جدا. اللي عايز بقى يروح الساعة، اللي عايز يروح فيكتوريا العصافرة لازم يعدي من فوق كوبري العوايد. وكمان في معلومة مؤكدة ان هيتم عمل موقف للمشاريع زي الموقف الموجود في محطة مصر. الموقف ده هيكون في أرض واسعة جنب كوبري العوايد. وكمان هيتم عمل باكيات للبياعين هتكون بجانب الموقف أو تحت الكوبري. لسه بقى هنشوف الأوضاع هتكون ايه الأيام الجاية. وبتعتبر العوايد منطقة سكنية تابعة لشيخة المهاجرين بحي أول المنتزه. سميت طبعا باسم العوايد لأنها كانت آخر مكان في مدينة اسكندرية للمتجه إلى قرى وعزب محافظة البحيرة، بمعنى الخروج والعودة من وإلى اسكندرية. وبتضم العوايد عزب كتير من أهمها عزبة سكينة وعزبة القلعة وعزبة محسن ومدينة ناصر. تعالوا بقى كده نروح جولة من أول منطقة العوايد لحد كوبري أبيس، وهنعدي على محور المحمودية وترعة المحمودية.
على شمال الصورة ترعة المحمودية، ولو طولنا على طول بقى كده هنطلع على شارع أبو سليمان وشارع الترع المردومة اللي بيتم حاليا رصفه. ده لو مشينا سطحي. لو بقى طلعنا علوي هنطلع هنروح على مطار النزهة وسموحة. وكده بقى هنلف ونطلع على كوبري العوايد تاني، وبعدين هنطلع على كوبري أبيس. ده كده كوبري العواد، وهنطلع بقى دلوقتي على كوبري أبيس. طبعا كوبري العواد ده مهم جدا، لو عايزين بقى نروح الساعة أو العصافرة لازم نعدي على كوبري العواد. وهنا بقى موقف المشاريع الموجود تحت كوبري العواد اللي هيتم نقله، وهيتم عمل موقف خاص للمشاريع جنب كوبري العواد. وكده طلعنا على كوبري أبيس. لو نزلنا بقى تحت الكوبري هنلاقي موقف مشاريع بيودينا بقى العصافرة، المنظرة، سموحة، سيدي جابر، المحطة، المنشية أو الساعة فيكتوريا. وكده جولتنا خلصت النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.